أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها بأهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة مواطنان بفيروس كورونا. نتائج مشجعة لمسابقة أسبوع الاستقلال في إقليم عنسبة. تنفيذ برامج تنموية بمناسبة 20 من يونيو في الإقليم الأوسط. إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون استراتيجي ل20 عاما. أستراليا تتواصل إلى تسوية مع فرنسا في أزمة صفقة الغواصات. وإسبانيا تكتوي بأشد موجة حر تسبق الصيف منذ 20 عاما. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطنين 2 من سرجقة وفروبيا بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9771، شفي منهم 9663 وتوفي 103، فيما يتلقى 5 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من يونيو 2022. أفاد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة في الاجتماع التقييمي الذي عقده بأن مسابقات أسبوع الاستقلال التي نظمت من 11 وحتى 29 من مايو حققت نتائج مشجعة. وأوضح أن الهدف تقوية التأطير وربط الشباب بالأعياد الوطنية وخلق الأرضية للشباب للتعرف على قدراتهم وهواياتهم ورفع كفاءة الشباب. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الاتحاد السيد النور همد إن الأسبوع شهد مسابقات في التراث والدراما والخطابة والمعلومات العامة والشعر والقصص القصيرة بين الطلاب والشباب العمال، وقيم بفعاليته وتأثيره في معظم مديريات الإقليم. وأوضح حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أهمية المسابقات التي جرت في أسبوع الاستقلال، داعيا العمل في المدرسة لإحداث التغيير المنشود في الشباب. وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزين والشهادات التقديرية للمشاركين والمساهمين. من جهة أخرى، عقد تنظيم الشباب العمال في مدينة كرن مؤتمره يوم 2 من يونيو، وانتخب هيئة إدارية من 11 عضوا. بحثت إدارة مديرية أفعبت يوم 6 من يونيو بحضور مدراء الضواحي ولجان القرى المنتخبون حديثا برامج التنمية والتصدي المنفذة. وبحث الاجتماع برامج الزراعة والبنية التحتية الموضوعة لعام 2022 وسبل حل تحدياتها. وأوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب في الاجتماع عدم إمكانية تنفيذ كامل برامج التنمية الموضوعة دون مشاركة الشعب، مذكرا لتعزيز دور مدراء الضواحي ولجان القرى. وقال إن برامج العمل ستقام كل 3 أشهر، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية لتنفيذ إدارات الضواحي عملها كما يجب. وأكد المشاركون في الاجتماع على العمل بقوة لتنفيذ برامج التنمية الموضوعة، منادين لتعاون الشعب لإنجاح مهامهم. نظمت في أغلب مناطق الإقليم الأوسط أنشطة نفير تنموي يوم 12 من يونيو بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقام سكان مديرية التطارات وجمعية تعليم قيادة السيارات بنفير نظافة ورعاية للأشجار في مقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. وقالت مدير مديرية التطارات السيدة دهب أباي في المناسبة إن البرنامج جزء من الأعمال التي يقوم بها الشعب الإريتري في الداخل والخارج لتأكيد ثباته على أمانة الشهداء. وأوضح رئيس جمعية تعليم قيادة السيارات السيد ميكائيل أبرها أن تنفيذ هذا العمل يعتبر واجبا وطنيا، وأنهم سيعملون لضمان استمراريته بالتعاون مع إدارة مديرية التطارات. في غضون ذلك قام أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية القادمين من مختلف الدول ببناء المدرجات الحوضية في منطقة مايدمنت. وأوضح المواطنون القادمون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا إن مشاركتهم في أنشطة النفير الجارية بمناسبة يوم الشهداء تضفي الارتياح الضميري، متعهدين تنفيذ كل ما يطلب منهم لإنجاح الحملة الخضراء.
وذكرت منسقة البرنامج عضوة الدفعة الأولى للخدمة الوطنية السيدة زايد نوغوسي أن الجمعية قامت حتى الآن ببناء المدرجات الحوضية في مساحة هكتار واحد، وأنهم سيضيفون هكتارا آخر لغرسه بالأشجار. يقوم أعضاء وزارة الشؤون الخارجية بنفير تنموي من 10 يونيو في منطقة مايدمنت لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح المشرفون على البرنامج بأنه يهدف إلى بناء حوالي 400 متر من المدرجات الحوضية بمشاركة أكثر من 100 شخص أسبوعيا. وذكر بأن المدرجات المعدة سيتم غرسها شتل الأشجار فيها مع بدء موسم الأمطار، ومن ثم رعايتها دائما لضمان نموها. وذكر المشاركون في النفير أن العمل الذي يقومون به يعتبر استثنائيا لتنظيمه في أيام ذكرى الشهداء، وأن العمل لإخضرار الأرض بغرس الأشجار باسم الشهداء جزء من تنفيذ أمانة الشهداء. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي مضى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته لطهران اتفاق تعاون استراتيجي مع إيران لمدة 20 عاما بين البلدين المنتجين للنفط والخاضعين لعقوبات أمريكية. وتعد الجمهورية الإسلامية إضافة إلى دول مثل روسيا والصين وكوبا وتركيا من الحلفاء الوثيقين لفنزويلا، ووفرت لها دعما بالمشتقات النفطية في فترات عدة على الرغم من عقوبات واشنطن. وقال الرئيسين خلال مؤتمر صحفي مشترك إن توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا أن وزيري خارجية البلدين وقعا وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل، بينما وقع مسؤولون آخرون وثائق تعاون في مجالات مختلفة تشمل السياسة والثقافة والسياحة والاقتصاد والنفط والبتروكيماويات. توصلت السبت الحكومة الأسترالية إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو مع مجموعة نافال الفرنسية بشأن قرارها في العام الماضي إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس في مؤتمر صحفي إن هذه التسوية عادلة ومنصفة، وقال إن التسوية جاءت بعد مناقشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشكله على الطريقة الودية التي تم من خلالها إعادة العلاقات بين أستراليا وفرنسا. وكانت أستراليا قد ألغت في العام الماضي طلبية من مليارات الدولارات لشراء غواصات مع مجموعة نافال الفرنسية لصناعة السفن الحربية، واختارت بدلا من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأثارت هذه الخطوة غضب باريس وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة. تجتاح إسبانيا موجة شديدة الحرارة قبل قدوم فصل الصيف لم تشهد لها مثيلا منذ 20 عاما. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية في إشبيلية ومدينة قرطبة الغريبة. طقس هبوب رياح شديدة تصل إلى حد العواصف في بعض مناطق إسبانيا. في النبأ الأخير قالت السلطات المحلية إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 7 أشخاص قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في إيطاليا، وذلك بعد يومين من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار. وأقلعت الطائرة من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا عندما اختفت بعد أن تعرضت لطقس سيء فوق منطقة نائية. وأوضح البيان أنه تم العثور على الطائرة في منطقة جبلية على الحدود بين توسكانا ومنطقة إيميليا رومانيا، وتم تطويق المنطقة في إطار التحقيق في الحادث. وقالت شركة إكزاجيبيشا للمنتجات الاستهلاكية التابعة لمجموعة إكزاجيشا الصناعية التركية الكبرى في بيان إن رجال الأعمال الأتراك كانوا يعملون لصالحها وكانوا يحضرون معرضا في إيطاليا.
مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. نتائج مشجعة لمسابقات أسبوع الاستقلال في إقليم عنسبة. تنفيذ برامج تنموية بمناسبة 20 من يونيو في الإقليم الأوسط. إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون استراتيجي ل20 عاما. أستراليا تتوصل إلى تسوية مع فرنسا في أزمة سلامة المواصلات. وإسبانيا تكتوي بأشد موجة حر تسبق الصيف منذ 20 عاما. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.